السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وقضيه جديده. اليوم في هذا الفيديو غادي نعاود لكم على الفنان عبد الله البيضاوي. عبد الله البيضاوي تزاد سنه 1949 في مدينه الدار البيضاء. عبد الله ملي كان صغير كان مولوع بشي حاجه سميتها الغنى، بالخصوص الطرب التقليدي او البلدي. كان فين ما كيسمع شي اغنيه ديال العيطه بحال الاغاني ديال خربوشه وبوشعيب البيضاوي والشيخه مريم، كان كيحفظها وكيعاود يغنيها. كان متاثر بهذا النوع ديال الفن بزاف. منين وصل للعشرينات بدا كيقلب كيفاش يطور الموهبه ديالو ويكبرها اكثر. من حسن الحظ في البدايه ديالو كيتلاقى مع الفنان الكبير بوشعيب البيضاوي، بدا كيخدم معاه ومن بعد انضم للفرقه ديالو. وللاشاره ان بوشعيب البيضاوي في ديك الوقيته كان رمز من رموز العيطه. هاد الفرصه كانت بالنسبه لعبد الله واحد الهمزه كبيره. في سنه 1985 عبد الله غادي ينضم رسميا للفرقه ديال بوشعيب وغادي يشرب الحرفه مزيان ويولي يتقن فن العيطه. تشهر ومشى بعيد في هذا المجال، ولا كيخدم في العراسات في المغرب وحتى خارج المغرب. عبد الله ولا ضروري خاصو يكون عنده اسم فني. هنا كيعطي راسو اسم عبد الله البيضاوي كاعتراف بالجميل للشخص اللي وقف معاه في البداية ديالو اللي هو بوشعيب البيضاوي. وزيد عليها ان عبد الله من مدينة الدار البيضاء، يعني كان اصلا بيضاوي. تزوج عبد الله ودار وليدات وجاوه بزاف ديال عروض العمل في فرنسا، الشيء اللي خلاه يهاجر هو وعائلته لفرنسا ويستقر بالضبط في مدينة باريس. جا عبد الله في اوروبا كامله، كان كيغني في الحفلات والسهرات والملاهي الليليه ديال الجاليه المغربيه في الديار الاوروبيه. واخا عبد الله كان مستقر في فرنسا كان كيجي مره للمغرب كيزور الاصدقاء ديالو اللي كانت عنده علاقه طيبه معاهم، كيبغيوه وكيبغيهم. عبد الله كانوا عنده 9 ديال الوليدات، 5 ديال البنات و4 ديال الاولاد. وبحكم الحاله الماديه ديالو اللي كانت ميسوره قراهم مزيان، ومنين كبروا قرر يرجع لبلادو المغرب ويستقر فيها بصفة نهائية. أول حاجة دارها هي خدا واحد الفيلا في المحمدية سكن فيها وبقى مكمل في العمل ديالو اللي هو الغنى. بقات الأمور غادية مزيانة حتى لسنة 2013. نهار 5 شتنبر 2013 عبد الله كيتصل بمراته اللي كانت مسافرة عند بنتها في الدار البيضاء. قال ليها انا هاد الليله عندي الخدمه في واحد الملهى ليلي، ومنين غادي نسالي غادي نرجع للدار وغادي ننعس. قطعوا المكالمه. النهار الثاني رجعت مرات عبد الله للدار البيضاء، حلات باب الفيلا ديالها وهي تلقى عبد الله طايح في الارض، وجهه زرق وعنقه زرق، كتفيق فيه ما بغاش يفيق. ديك الساعه عرفت بان راجلها راه مات وشبع موت. تلفات وبقات غير كتغوت ما عرفات اشنو دير. مشات كتقلب واش مشات شي حاجه من الدار، وفعلا كتلقى الذهب والفلوس اللي كانت مخبيه في بيتها ما كاينينش. عيطات على البوليس. المحققين اول حاجه داروها هي عرضوا الجثه على الطبيب الشرعي اللي غادي ياكد ليهم بان عبد الله مات عن طريق الخنق، يعني شي واحد خنقه حتى خرجت روحه. ثاني حاجة هي السرقة. عطاتهم مرت عبد الله المواصفات ديال الذهب اللي كان عندها والمبلغ ديال الفلوس اللي مشى ليها من الدار. هزوا البصمات كاملين من الفيلا باش يعرفوا واش كاين شي واحد كان مع عبد الله ديك الليلة ولا لا، ولكن ما بان لهم حتى شي خيط اللي يقدروا يبداو منه. المحققين سولوا الجيران والعساس واش شافوا شي حاجة ديك الليلة. فعلا غادي يقول لهم العساس بانه شاف عبد الله مع ديك 3 ديال الليل جا ونزل من واحد الطاكسي كبير هو واحد الشخص يكون في الثلاثينات من عمره، ودخلوا بجوج للفيلا. بقاو شي 3 السوايع ومن بعد خرج هاد الشخص بوحديته ومشى في حاله. العساس وصف ليهم هاد الشخص مزيان، وباش يعرفوا شكون هاد الشخص سولوا مرات عبد الله فين كان راجلها هذيك الليله. قالت ليهم راه كان خدام في واحد الملهى ليلي في كازا. ومباشرة المحققين غادي يمشيو لهاد الملهى الليلي وغادي يسولوا واحد السيد اللي مدة طويلة وهو خدام تما وكيعرف عبد الله مزيان. قال لهم هذيك الليلة منين سال عبد الله الخدمة
رجع في طاكسي كبير هو والشيفور ديالو اللي كيكون معاه ديما. سولوه على السبب اللي خلى عبد الله يشد طاكسي واخا عنده الطوموبيل. قال لهم بان عبد الله مولف كيدير هاد القضيه ملي كيكون شارب بزاف، ما كيقدرش يسوق، كيعيط على طاكسي كيجي يديه لدارو. اول حاجه غيديروا المحققين غادي يسولوا العائله ديال عبد الله على هاد الشيفور. العائله قالوا بان فعلا عبد الله عنده واحد الشيفور اللي خدام معاه مده هادي كيديه ويجيبوه فين ما بغى، ولكن ما عندهم عليه حتى شي معلومات من غير الاسم ديالو اللي هو صلاح الدين والعمر ديالو اللي هو 35 عام. مشاو المحققين عند الاصدقاء ديال عبد الله واش شي واحد فيهم كيعرف هاد الشيفور وكيعرفوا فين ساكن، ولكن حتى شي واحد ما عطاهم عليه شي معلومات حيت ما تعرفوا عليه والو. والوحيد اللي كان كيعرف عليه كل شيء هو عبد الله البيضاوي الله يرحمه. هنا غادي يجي الفرج على يد واحد الدهايبي اللي غادي يتصل بالبوليس وغيقول لهم بانه جات عنده واحد البنت وجابت ليه واحد الكميه ديال الذهب وبغات تبيعوا ليه بثمن ناقص بزاف. خاف لا يكون هذا الذهب مسروق ولا موراه شي جريمه ويولي هو في المشاكل، وبالخصوص ان البنت كانت متوتره وخايفه وحتى التواصل ديال الذهب اللي جابت ليه ما عندهاش. منين البوليس مشاو يشوفوا داك الذهب لقاو عنده نفس المواصفات ديال الذهب اللي وصفات ليهم مرت عبد الله، وراوه ليها قالت لهم فعلا هذا هو الذهب ديالي. هنا المحققين غادي يوليو عندهم جوج ديال المشتبه فيهم اللي ما عرفوش لا فين ولا كيفاش غادي يلقاوهم. ولاو البوليس في واحد الضغط كبير بالخصوص ان قضيه عبد الله البيضاوي ولات قضيه راي عام ودارت واحد الضجه كبيره. بقاو البوليس كيقلبوا على هاد الجوج حتى لواحد النهار وهما يلقاوهم في واحد البلاصه وعرفوهم بالمواصفات اللي عطاهم الدهايبي والعساس. غيلقيو عليهم القبض، ومن خلال التحقيق معاهم غادي يعرفوا بان هاد البنت هي الصديقه ديال صلاح الدين اللي مباشره منين ارتكب الجريمه ديالو وسرق الذهب سافر هو وياها لمدينه مراكش وعاشوا تما حياه عاديه بحال الا ما واقع والو. في هذيك الوقيته خرجت الاخت ديال صلاح الدين للصحافه وبدات كتعاود التفاصيل اللي وقعت في ديك الليله. قالت بان عبد الله كان مفوت في الشراب داك الشيء علاش صلاح داه وصلو حتى لدارو. عبد الله بغى يتعدى عليه ولكن منين ما بغاش صلاح الدين عبد الله تهجم عليه. هنا صلاح غيضطر باش يخنقو ويخليه جثه هامده، وهاد الهضره هي نفسها اللي غادي يقول صلاح الدين البوليس في التحقيق معاه. وهنا البوليس غادي يسولوه واحد السؤال اللي كان في الصراحه في محله. قالوا ليه منين كان غيتعدى عليك عبد الله كنتي غير غادي تدفعو غادي يطيح، انت تبارك الله صحيح والبنيه الجسديه ديالك ماشي هي البنيه الجسديه ديال عبد الله، زيد عليها انت باقي شاب وهو راجل كبير في السن يعني مستحيل يغلبك. وحاجه اخرى منين مات السيد في يديك علاش ما جيتيش بلغتي بالحادث. وحاجه ثالثه اللي هي مهمه من هاد الشيء كامل هي علاش سرقتي الذهب اللي كان في الدار ديال عبد الله، يعني النيه ديالك من الاول كانت هي السرقه. المحققين اعتبروا الهضره ديال صلاح الدين ما هي الا تمويهات باش يغطي على الجريمه اللي دار. تهمه ولات ثابته على صلاح الدين بالسرقه والقتل العمد. في بدايه 2014 غادي يتحكم على صلاح الدين بالمؤبد وعلى الصديقه ديالو بعامين ديال الحبس حكم انها غير تسترات على الذهب والجريمه ما عرفه عليها والو. وهنا كتكون القضيه ديالنا سالات. واللي اول مره كيزور القناه ديالي وكيعجبو المحتوى طبعا يخلي واحد اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي شاف هذا الفيديو يخلي لينا واحد جيم او كومنتير يقول لنا فيه الرأي ديالو في هذه القضيه. وخليتكم بألف خير، مع السلامه.